زكاة الذهب. كثير من الناس يسأل عن زكاة الذهب المستعمل. هذه القضية يا إخوان خلافية، والخلاف فيها قديم وحديث. الخلاف موجود من زمن الصحابة، يعني في آثار عن الصحابة بوجوب زكاة الحلي المستعمل، وفي آثار لا توجب زكاة الحلي، وإلى استمر هذا الخلاف إلى يومنا هذا. فالقضية خلافية. لو أراد الإنسان قال أنا أبي أحتاط وأبي الأبرأ للذمة والأحوط، نقول له إذا تبي الأبرأ للذمة والأحوط زك هذا الذهب المستعمل. طبعا الذهب المكنوز المتخذ كنزا للتجارة هذا فيه الزكاة قولا واحدا، لكن كلامنا على ذهب المرأة المستعمل. فإن أردت الاحتياط وإبراء الذمة فزكي هذا الذهب. وكذلك الإنسان أن يأخذ بقول من يرتضيه دينا. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتسأل من ترتضي دينه وأمانته، فإن أجابك بالوجوب التزم به، وإن أجابك بعدم الوجوب لك الخيار.